السلام عليكم، الزول في اللون. في البداية ندعوكم للاشتراك في قناتنا الجديدة نهم حقائق، ستجدون رابطها أسفل الفيديو. نرجو أن يعجبكم المحتوى ونحن في انتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم. حفر أهل المغرب الكبير وخاصة الجزائريون لأنفسهم مكانة كبيرة في قلوب الفلسطينيين منذ قرون خلت، فخصوا دون سواهم بباب من أبواب الأقصى يحمل اسمهم، إنه باب المغاربة، أهم باب لأن الرسول عبر منه في إسرائه ومعراجه. وتشير الروايات التاريخية إلى أن أهل المغرب الكبير كانوا يترددون كثيرا على مدينة القدس طلبا للعلم ومن أجل العبادة، فعرفوا بين الفلسطينيين بورعهم وكريم خلقهم وغزارة علمهم، واستقر المقام بكثير منهم بجوار المسجد الأقصى منذ فتح صلاح الدين الأيوبي للقدس سنة 1187 ميلادية، آملين في دفن جثامينهم بالقرب من هذا الحرم الشريف. ويقع باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، يتم الولوج إليه عبر طريق صاعدة أقيمت فوق تلة ترابية مرتفعة تلاصق جدار الأقصى، ويستخدم الطريق ممرا إلى الأقصى للمصلين. وسكن أهل المغرب بجوار الجدار الغربي للمربع القدسي، وطوله اليوم 920 متر وعلوه 15 متر وعرضه متران. بناه المغاربة بأموالهم، وهي أوقاف أهل المغرب في العهد المريني. هذا الحائط اسمه حائط البراق وحائط المغاربة والحائط الغربي، لكن اليهود حولوا اسمه إلى حائط المبكى. وكان صلاح الدين الأيوبي قد أكرم المغاربة بعد معركة حطين وبعد استرداد المسجد الأقصى، إذ تمسك بهم وأسكنهم في هذا المكان من غرب المسجد، وكان يستأمنهم على الأقصى لأنهم كانوا في طليعة جيشه. أهل المغرب من بينهم جزائريون ساهموا في إعادة بناء جدار لحماية الأقصى في عهد صلاح الدين، ثم أعادوا بناءه في العهد العثماني الموافق للعصر المريني بأموالهم وأوقافهم. وتذكر الروايات التاريخية أن أكبر وقف هو الذي أوقفه من ماله الخاص الشيخ القطب أبو مدين الغوث المغربي دفين تلمسان، يتمثل في قرية عين كارم، أوقفها بأموالها ومياهها وآبارها وسواقيها وسهلها وقفا لله، يصرف للمغاربة المارين والمنقطعين للعلم والجهاد المقدس.